لو سألتك مين بيحميك طول حياتك، هتقول الجيش؟ البوليس؟ لا يا باشا، ده جهاز المناعة. والنهاردة هنشوف إزاي بنديله أسلحة جديدة يخلص بيها على السرطان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كبسوكاست سمير وأسامة، البودكاست اللي بنحاول فيه نقدم كبسولة طبية بشكل علمي ومبسط. أهلا بيك يا دكتور أسامة. أهلا بيك دكتور سمير، وأهلا بالسادة المشاهدين. مبروك على الكرافتة الجديدة. الله يبارك فيك، ما احنا اشتريناها سوا. دي أقل صورة من صور التضامن اللي ممكن نقدمها. ده صحيح. احنا النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من علاج السرطان، العلاج المناعي. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ومعانا النهاردة في البعد الرابع ضيف مميز، دكتور مناعي، اللي في الأول هيشرح لنا إزاي جهاز المناعة بيحمي الجسم من الخلايا السرطانية. أهلا جنرال. تخيل معايا جسمك كأنه بلد كامل، وجواه جيش مدرب على أعلى مستوى. الجيش ده هو جهاز المناعة بتاعك، عنده جنود، قادة، وأسلحة متطورة، وكلهم شغلتهم إنهم يراقبوا الحدود 24 ساعة. الجيش ده يعرف إيه اللي تبعك وإيه اللي غريب أو عدو. أول ما يلاقي حاجة مش تبعه زي البكتيريا أو الفيروسات بيرفع الإنذار ويهاجم. لكن خلايا السرطان دي بقى عدو من نوع خاص، مش جاي من بره، ده طالع من جوه الجسم نفسه. وعلشان كده بيعمل حركة خبيثة، يغير شكله ويبعت إشارات مموهة ويستخبى وسط الخلايا الطبيعية، أو يعمل نفسه شبههم بالظبط، كأنهم جواسيس لابسين لبس مدني. أحيانا برضو الجيش بتاعنا ده بيبقى ضعيف لأي سبب، وعشان كده مش بيقدر يدافع بشكل كافي عن الجسم. شكرا دكتور مناعي. خلينا نحول الكلام ده لكلام واقعي. جهاز المناعة بطبيعته عنده وظيفة أساسية، أي خلية غريبة أو مش طبيعية تظهر في الجسم هو بيراقبها ويحاول يهاجمها ويدمرها. لكن الخلايا السرطانية للأسف مش عدو عادي، دي عندها حيل تخليها تغرب من جهاز المناعة. أحيانا تغير في جيناتها فتخلي نفسها مش واضحة قدام المناعة، كأنها لابسة طاقية الإخفاء، أو تفرز بروتينات توقف نشاط الخلايا المناعية، يعني تعطل سلاح المقاومة نفسه، أو تغير في الخلايا اللي حواليها فتضعف استجابة المناعة، كأنها بتضحك عليهم وتخليهم يشتغلوا لصالحها. هنا يجي دور العلاج المناعي. أدوية حديثة بتدي جهاز المناعة نظارة خاصة يشوف بيها السرطان ويكشفه مهما لبس قناع، وتدي الجنود أسلحة أقوى يهزموا بيها العدو. العلاج المناعي مش نوع واحد، دي مجموعة طرق مختلفة كلهم هدفهم واحد، يساعدوا جهاز المناعة يشوف السرطان ويهزمه. أول نوع اسمه مثبطات نقاط التفتيش. تخيل إن الخلايا المناعية واقفة على بوابات ومعاها أقفال أمان تتعرف بيها على خلايا الجسم. القفل مسك في المفتاح اللي على سطح الخلية، أمان، أنت تبعنا. معكش مفتاح تبقى دخيل. بس السرطان ماكر، أحيانا بيستغل المفاتيح دي ويخدع خلايا المناعة فيعطل الهجوم. الدواء هنا بيجي يقفل المفاتيح والأقفال دي ويقول للمناعة يلا يا بطل هاجم بأقصى قوتك. يعني العلاج ده بيعالج عملية الخداع الاستراتيجي اللي بتعملها خلايا السرطان. مش قلنا لكم جيش وحرب وليلة كبيرة سعادتك؟ ده حقيقي. النوع التاني اسمه العلاج بنقل الخلايا التائية. بياخدوا من جسمك الجنود الأقوياء اللي عارفين الورم كويس، يدربوهم في معسكر خاص اللي هو المعمل يعني، ويكتروا عددهم، وبعدها يرجعوهم لجسمك كجيش مدرب قوي. عندنا كمان الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ودي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة العلاج الموجه. بس نقول كمان دي زي صواريخ موجهة بتتعمل في المعمل مخصوص، تروح تعلم على الورم بعلامة واضحة وجهاز المناعة يشوف العلامة ويهجم. كمان في حاجة اسمها اللقاحات العلاجية للسرطان. عارف التطعيمات اللي بياخدوها الولاد الصغيرين؟ هي فكرة قريبة، بس مش زي التطعيمات العادية ضد الأمراض. لأ، دي زي كورس تدريبي لجهاز المناعة، تعلمه ازاي يركز على السرطان نفسه ويتعامل معاه. أخيراً عندنا منشطات جهاز المناعة. دي أدوية بتزود النشاط العام للجيش المناعي كله، أو بتقوي وحدة معينة منه عشان يقدر يواجه الورم وهو في عز قوته. يعني باختصار مش دواء واحد، ده كذا سلاح مختلف بيتسلم للمناعة في معركة شرسة. كل سلاح بيشتغل بطريقة مختلفة، لكن هدفهم واحد، يكشفوا السرطان اللي كان مستخبي
ويخلوا جهاز المناعة يقضي عليه. وده معناه إن السرطان مش ماكر قد ما هو فاكر، لأن العلم بيطور كل يوم أسلحة جديدة في المعركة دي. مع نهاية الحلقة نتمنى إننا نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة ومبسطة وجاوبنا على سؤال فهمي. شكرا دكتور مناعي. شكرا صديقي سمير. شكرا صديقي أسامة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الحلقات الجديدة. إلى اللقاء.